New details now on the sudden death of rapper Juice WRLD. Rapper Juice WRLD is dead after suffering a seizure at Chicago's Midway Airport. جاريد هيجنز اتولد يوم 2 من ديسمبر عام 1998 في شيكاغو، إلينوي. رغم إنه كان عايش في منطقة صعبة في جنوب شيكاغو، بس قضى طفولته في ضواحي كالوميت بارك، وبعدين راح يعيش في هوموود. وهو عنده 3 سنين أهله اتطلقوا. جاريد وأخوه الكبير فضلوا مع أمهم، هي اللي كانت مسؤولة عن تربيتهم لوحدها، وكانوا نادراً لما يتواصلوا مع أبوهم بعد كده. I mean, she's like, I don't know, one of the proudest people ever. Like, she's like been my biggest supporter and cheerleader since birth. So. وجاريد صغير كان بيتأثر بفرق روك زي فول أوت بوي وبلينك 182 وبلاك سابث، وده مهم لأنه بعدين هيأثر على ستايله في الموسيقى. ساعتها هو ما كانش يعرف ده، وكل السبب اللي خلاه يسمع روك أصلاً إن أمه ما كانتش موافقة يشغل راب في البيت. وهو عنده 4 سنين بدأ يتعلم بيانو، ولما كبر ذوقه الموسيقي اتوسع، ولما كان بيروح يقعد مع ولاد عمه بدأ يسمع راب كتير زي جوتشي ماني ويونج جيزي. ولأنه ما كانش مسموح له يسمع النوع ده في البيت، كان بيرجع يرنم الأغاني لنفسه، ولو نسي الكلمات كان بيكمل بكلام من دماغه على طريقة الفريستايل. ودي كانت البداية اللي اكتشف فيها موهبته ومهارته اللي محدش يقدر ينكرها في الفريستايل. ولما دخل الإعدادية وبعد كده الثانوية اتأثر جامد بناس زي فيوتشر، وقال إن موسيقاه هي اللي شجعته يجرب اللين وياخد زانكس بدري جدا. وفي مدرسة هوموود الثانوية كان ليه صاحب اسمه جيلين، بدأ برنامج إذاعي من جوه المدرسة. Couple words off the brain, switch it to the membrane. I shoot threes like Steve Nash. Yes, boy, I straight drain. People say I'm crazy, but my bars going insane. You hear me on the radio, spitting radio wave. وده أداه فرصة إنه يطور ويعرض مهاراته في الفريستايل. وبعد شوية شهور من ده بدأ جاريد يعرف في المدرسة إنه أحسن واحد في الفريستايل، والناس بدأت تشجعه يكتب أغاني ويسجلها. بدأ يركز على الموسيقى بجد، وما بقاش يهتم بالمدرسة أو واجباته. حب جاريد للروك ما اختفاش كمان، حتى إنه فاكر إنه قابل بنت في المدرسة وكان عايز يبهرها، فبدأ يسمع الفرق اللي بتحبها زي بانيك، At the Disco وجرين داي، وتعلم يعزف جيتار لوحده من دروس على يوتيوب. المزيج ده بين الراب والروك هو اللي عمل ستايله في الآخر. المضحك إن أول أغنية سجلها كانت في 2014، وكانت لحبيبته في المدرسة. ولما كان في تانية ثانوي قرر ياخد بنصيحة أصحابه، عمل حساب على ساوند كلاود باسم جوس ذا كيد. في يناير 2015 نزل أول ميكستيب ليه بعنوان ما هو الحب، وكان في أغنية واحدة بس اسمها للأبد. رغم إن نزول أول أغنية على النت كانت خطوة كويسة، إلا إنه كان صغير ومش قادر يدفع فلوس للاستوديو، فكان بيسجل أغانيه من موبايله. Like I used to have to scramble for money to get like 2 hours at the studio. وده خلاه يلاقي صعوبة كبيرة إنه يسجل حاجات تستحق الناس تسمعها. وفي الوقت ده كمان اعترف إنه بدأ يجرب المخدرات، والعيال في سنه كانوا بيشربوا حشيش، لكن هو كان بياخد بيركس وزانكس. من 2015 إلى 2016 قدر ينزل شوية أغاني قليلة، لكنه كان بيتحسن وبيتعلم في طريقه. في 2016 نزل إيه باسمه جودد أب، ومع إنه ما جابش 1000 تشغيل، بس خلى منتج اسمه سايد بيس يلاحظ موهبته. وقتها سايد بيس كان مجرد منتج تايب بيت، شاف حساب جوس على تويتر وبدأ يسمع له. ورغم إن مشاهداته كانت قليلة، سايد بيس شاف الموهبة وبدأ يبعت له بيتس. في يوليو 2016 نزل إيه باسمه تويلايت زون، وبعدها اتمسح من ساوند كلاود، لكنه رجع تاني بفضل روابط فيسبوك قديمة. فضل يجرب في المخدرات لأنها كانت بتخليه يحس بمشاعره أكتر من لما يكون صاحي، وده ساعده في إبداعه. وكان دايما بيقول إنها نعمة ونقمة. في الوقت ده سايد بيس قال لمنتج تاني اسمه نيك ميرا عن جوس. نيك سمعه وتحمس جدا، وبدأوا هما الاتنين ينتجوا له معظم الأغاني. ومن هنا بدأ جوس يكون ستايله الخاص اللي خلط فيه بين الراب والعواطف بطريقة مختلفة عن موسيقى دريل اللي طالعة من شيكاغو. وشجعوه يغير اسمه من جوس ذا كيد لجوس WRLD. كلمة جوس كانت من فيلم فيه توباك، و WRLD معناها يسيطر على العالم، وكان واثق في الاسم ده والإنتاج العالي، فبدأ ينزل أغاني أكتر.
في 2017 نزل ميكستيب من 3 أغاني اسمه Affliction، وبعده شريط تاني Heartbroken in Hollywood 999. الدنيا بدأت تفتح معاه، بس كان محتاج فلوس علشان يسجل، فاشتغل في مصنع عربيات. It's my cousin. He got me my first job, my first and only job. Give up, cause a year ago I was finna quit this shit. Like I wasn't finna quit this shit, but I was finna stop taking this seriously. وكان بيفكر يوقف موسيقى خالص. بعد شوية في المصنع حس إن الشغل مش ليه، ما قدرش يبطل يفكر في الموسيقى، فساب الشغل ورجع يشتغل مع نيك وسايد بيس. في 15 من يونيو عام 2017 نزل أول ميكستيب كامل اسمه 999، وكان فيه أغنية Lucid Dreams بس ما نجحتش وقتها. بس المشروع خلى فنانين كبار ياخدوا بالهم منه زي واكا فلوكا والساوث سايد، ده خلاه يكسب شوية شهرة على ساوند كلاود. في أكتوبر نزل شريط تاني Binge Drinking Music. I admit it, another hoe got me finished, broke my heart, oh no you didn't. وبعده نزل أغنية All Girls Are The Same اللي لفت نظر كول بانيت وليريكال ليمونيد. وقتها كول كتب عنه وقال إنه اتفاجئ بموهبته. I made that song in the moment and I kept it and dropped it because it was how I was feeling, like it was like pure emotion. وبعدها ليل بيبي سمع أغانيه وتواصل معاه ووقع معاه في جريد A التابعة للإنترسكوب. جوس ما ترددش لأنه كان محتاج الفلوس، وبدأوا يروجوا للأغاني. ومع فيديو كول بنيتس الأغنية انفجرت، ولوكيد دريمز بقت على كل محطة، وبقت أول أغنية له في بيلبورد. ومن هنا انطلقت مسيرته. ومن أول ما أغنية لوسيد دريمز بدأت تنتشر، جوس حس إنه أخيراً الناس بتسمعه. ومع صعود الأغنية في الترتيب كانت بتاخد كل يوم آلاف التشغيلات الجديدة. في الأول الأغنية ظهرت في المرتبة 74، لكن مع الوقت وصلت للمركز الثاني على بيلبورد. ومن غير ما يضيع وقت نزل ألبومه الأول Goodbye and Good Riddance بعد أسبوعين بس. الألبوم باع 39,000 نسخة في أول أسبوع وظهر في المركز ال15. لكن على عكس أغلب الألبومات اللي بتنزل مبيعاتها بعد أول أسبوع، ألبوم جوس كان العكس تماماً. أغنياته Lucid Dreams و All Girls Are The Same فضلت بتنتشر أكتر وأكتر، وكل أسبوع كان الألبوم بيحقق أرقام أعلى لحد ما أخد شهادة بلاتين ووصل للمركز الرابع، وده اللي خلاه يطلع في جولة عالمية. وأثناء الجولة خبر وفاة XXXTentacion في يونيو كان صدمة كبيرة ليه، خصوصاً إنهم كانوا ناويين يشتغلوا مع بعض. وفاة ليل بيب السنة اللي قبلها كمان أثرت عليه جامد، وده خلى جوس يقرر يكرمهم بإي من أغنيتين اسمه Too Soon. الأغنية الأولى فيه كانت لجوندز، وكان بيتكلم فيها عن الجيل الجديد اللي بيموت قبل ما يعدي 21 سنة بسبب العنف أو المخدرات أو الاتنين. أما الأغنية التانية كانت غني عن نفسه وعن تأثير المخدرات على دماغه، وفي نفس الوقت جات له فرصة يشتغل مع أكتر مغني راب كان بيحبه فيوتشر. قعدوا في الاستوديو أسبوع وسجلوا شريط كامل من 16 أغنية اسمه WRLD on Drugs. كتير شايفين إن الاسم ده كان بيعكس حال الشباب وقتها، خاصة بعد وفاة ماك ميلر بشهر واحد. وأول لقاء ما بينهم جوس قال لفيوتشر إنه هو السبب اللي خلاه يجرب اللين. وبعدها فيوتشر حكى القصة في لقاء وقال إنها ضايقته جدا، وفي الوقت ده بقى قريب جدا من سكي ماسك The Slump God، وظهر معاه في ألبومه ستوكلي بأغنيتهم الشهيرة نيوك تاون. وكانوا دايما بيهزروا إنهم هيعملوا شريط مع بعض اسمه Evil Twins، وبدأوا جولة مع بعض ب30 حفلة تقريبا. جوس ما كانش بيغني في كل الحفلات، بس لما كان يروح الإذاعات كان بيعمل فريستايل جامد جدا. رجع تاني يثبت نفسه قدام الناس ووراهم إنه مش مجرد مغني ساوند كلاود وخلاص، حتى إنه عمل فريستايل ساعة كاملة على الهوا. ومن وقت لوسيد دريمز قال إنه ما بقاش يكتب الأغاني وكل حاجة بقت فريستايل. مسيرته كانت بتكبر بسرعة خرافية، وفي آخر 2018 ستينج أعلن إنه هيقاضي جوس علشان استخدم جزء من أغنيته Shape of My Heart من غير إذن في لحن لوسيد دريمز اللي عمله نيك ميرا، وده خلى ستينج ياخد 85% من أرباح الأغنية، وقال إنه هيصرف منها على تعليم أحفاده في الجامعة. نيك ميرا زعل جدا وكتب على السوشيال ميديا، بس جوس كان هادي وما اهتمش رغم إنه ممكن يخسر ملايين. كان عارف إن دي لسه البداية، وختم سنة 2018 وهو مرشح لجايزتين أفضل فنان جديد وأغنية الصيف، بس ما كسبش. سنة 2019 ما كانتش أقل من اللي قبلها، بالعكس بقى أكبر وأشهر.
ألبومه التاني Death Race for Love نزل في مارس وحقق نجاح كبير، خصوصا بأغنية Robbery. جوس كان بيكبر بسرعة وكان داخل في علاقة حب مع حبيبته آلي، وكان باين عليه إنه مبسوط أكتر من الأول. وصل لمرحلة إنه بقى فوق السحاب ومحدش كان قادر يوقفه. كمل جولته مع نيكي ميناج سكي ماسك، وفي أكتوبر نزل أغنيته مع NBA Young Boy بعنوان Bandit، ودي كانت تاني أكتر أغنية ناجحة ليه بعد Lucid Dreams، وكانت دي آخر أغنية ينزلها قبل ما يطلع في جولة مع The Kid Laroi في أستراليا. بعد الجولة نشر جوس على إنستغرام إنه هياخد أسبوع أجازة علشان يحتفل بعيد ميلاده 21، بس بعد أيام قليلة يوم 8 ديسمبر عام 2019 جوس كان راجع شيكاغو من لوس أنجلوس بطيارة خاصة. الطيار بلغ الشرطة إن جوس وأصحابه معاهم أسلحة، واللي جوس ما كانش يعرفه إنه كان أصلاً تحت المراقبة من ال FBI بسبب حادثة حصلت قبلها بشهر. وقتها كلب شم مخدرات وجمارك فتشوه قبل ما يركب طيارة لأستراليا وسمحوا له يركب، بس فتحوا ملف عنه، وده خلى ال FBI والشرطة يستنوه في المطار. جوس علشان يخبي بعض الأدلة بلع حبوب بيركوسات بعد ما الطيارة نزلت، وده اللي خلاه ياخد جرعة زيادة. ادوله جرعتين ناركان اللي بيستخدموها في حالات الجرعة الزايدة من المواد الأفيونية، وبعتوه بالإسعاف. لكن في الطريق للمستشفى وقف قلبه وما بقاش يتنفس وأعلن وفاته. بعد وفاته ظهر في ألبوم Eminem Music to be Murdered by، وده كان شيء كبير لأنه جوس كان بيحب إمينيم جدا. وفي 24 من أبريل 2020 نزلت أغنيته Righteous اللي كان مسجلها في بيته في لوس أنجلوس، وكلماتها كانت صعبة على ناس كتير تسمعها. أمه كمان بدأت منظمة اسمها Life Free 999 علشان توعي الناس بالصحة النفسية. وفي 10 من يوليو 2020 نزل ألبومه بعد الوفاة Legends Never Die، ودخل رقم 1 وباع 497 ألف نسخة في أول أسبوع، وكسر أرقام قياسية، وفاز بجائزة أفضل فنان جديد لسنة 2019. اسم الألبوم كان مناسب جدا لحد زي جوس، لأنه رغم إن حياته كانت قصيرة إلا إنه أثر في ملايين وغير حياة ناس كتير في وقت قليل جدا. ورغم إنه رحل إلا إن ليل بيبي قال إن جوس سجل موسيقى كفاية ل5 ألبومات تانية. ورغم صراعه مع الإدمان والاكتئاب والقلق، جاريد كان دايما بيلاقي وقت بين الجولات والمقابلات علشان يسجل أغاني أكتر، وكل هدفه إن موسيقته تساعد حتى شخص واحد بيمر بوقت صعب. ورغم إنه ماشي، موسيقته وتأثيره هيفضلوا عايشين للأبد.